بغينا تحية للجميع. الوقفة الاحتجاجية اليوم اللي دعا لها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ما هي إلا محطة من برنامج نضالي تم تأجيله نهاية شتنبر الماضي بعد أن قطع الوزير المسؤول على القطاع وعود باستقبال مكتبنا الوطني، وكذلك إعطاء أجوبة صريحة واضحة حول مآل النظام الأساسي. وضع المكتب الوطني وتريتنا في المكتب الوطني وضع واحد الملف مطلبي مراسلة نهاية نوفمبر، لكن الوزارة استدعتنا وأجلت أيضا اللقاء وبدأت في المراوغة والتماطل، مما دفع بنا إلى مكرهين أننا نجسدوا هذه الوقفة الاحتجاجية. الوقفة الاحتجاجية أيضا تأتي احتجاجا على القانون 59/24 المنظم لقطاع التعليم العالي، اللي احنا في النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نرفضه جملة وتفصيلا لما يشكله من خطر على المستقبل ديال الجامعة العمومية، فهو يضرب المجانية تحت غطاء الزمن الميسر، يضرب الاستقلالية ديال الجامعة، يعني بفرض هياكل جديدة كمجلس الأمناء. هذا القانون قدمنا التعديلات ديالنا أيضا، ولكن للأسف الوزارة رفضت هذه القوانين في مجلس المستشارين وفي مجلس النواب، وحنا نجدد الرفض ديالنا لهذا القانون ومتشبتين بالمطالب ديال الموظفين والملف المطلبي ديالنا. وفي مقدمته النظام الأساسي عادل ومحفز لكل موظفي القطاع. سنستمر في النضال لأن هذا الملف هذا النظام الأساسي تطلب منا 3 سنوات من العمل مع الوزارة داخل اللجنة التقنية، وتم الاتفاق عليه أكثر من سنة، واليوم نحن لسنا مستعدين باش نعاودوا يعني النظام الأساسي من جديد. المسودة خضات المسار التشريعي ديالها، والوزارة مطالب أنها تقدم لنا أجوبة صريحة وواضحة حول المآل ديال النظام الأساسي اللي هو المطلب الأساسي في الملف المطلبي ديالنا، واللي غنستمروا في النضال من أجله حتى إخراجه. وشكرا لكم.